الناسخ والمنسوخ اللي انت اعترضت عليه بيجي من انه ايات الخمر ما فيها ناسخ. ايات الخمر مش ناسخ ومنسوخ، متدرجه الاربع مراحل اللي وصلت للتحريم، تدرج للتحريم. وده يفهم منه سر في التشريع ذاته، انه الخمره حدها في تدرج الطويل ده مش في مستوى الحدود الثانيه من الزنا والقذف وقطع الطريق والسرقه. نحن عندنا 4 حدود يرجعوا لحدين في الأصل: الزنا والقذف يرجعوا للعرض، والسرقة وقطع الطريق يرجعوا للمال. بعيد منهن بعدين ببعيد يجي مسألة الخمرة، ولذلك ما عندها حد معروف. حد الخمر كان الشارب يجي والنبي يقول يضربوه بأطراف الثياب ويضربوه بالنعلات. في الآخر جا قدروها قالوا ضرب 40. لما جاء زمن سيدنا عمر قال لسيدنا علي الناس مردوا على الخمرة، لو أحدثنا لهم شيء أكثر شوية ليردعون جلدوه 80. هذا جزاته من الفهم ده أنه حد الخمر مش حد موكد زي السرقة وقطع الطريق زي ما قلنا. وده جاء من أنه الآيات تدرجت. آية الخمر ما فيها ناسخ ومنسوخ، ونحن سقنا الآيات الناسخ والمنسوخ، سقناها بصورة محددة. فمواجهتها كانت تكون أفضل. إذا كنت أنت بتناقش عن فهم للموضوع ده، قول الآية اللي أنتوا قلتوها في كده ما منسوخة أو ما ممكن أن تنسخ. حتى نحن قلنا كلام عام أنه أفضل ما في القرآن نسخ بما هو دونه. قلنا الآيات الأصلية نسخت بالفرعية، فيبقى كونها تنبعث لتكون الآيات المنسوخة هي صاحبة الوقت. ده أصل التفكير الإسلامي. ما أفتكر أنه في حاجة كثيرة أنت قلتها، لكن في تخرصات كثيرة وردت في موضوع سؤالك.